من اليوم فصاعدا لا صحراء لنا. خويا يهدروا علينا كما اذا كنا نايمين. واش الصحراء الغربيه قلب الجزائر؟ يحتوى ويزيدوا يحكموا فينا غير شوف الوقاحه. ماشي غير وقاحه، هذه هي العبوديه السياسيه وانتم ما زلتوا تحوسوا تبروا. واللي ما عجبو الحال همين يدخلوا همين يخرج، والاعداء يموتوا والصحراء مغربيه. الله ينصر سيدنا وشعارنا خالد: الله الوطن الملك. أيها المواطنون، أعلن لكم بكل أسف أننا خسرنا الحرب العظيمة على الرمال الساخنة. نعم، الرمال انتصرت وجيراننا احتفلوا علينا بالشاي والكسكس. من اليوم فصاعدا لا صحراء لنا إلا تلك الموجودة في بطوننا بعد وجبة الحريرة المغربية. الجزائريين هرب ليهم بخاو غيك يخربخوا. عبد المجيد تبون هو بلا من هضروا عليه، قال لك خرافة، ما عرفتش من الخرافة كي يدور عليها. هذا الوضع السياسي في الجزائر معقد ومتغير، ويواجه الرئيس تبون تحديات كبيرة. ما هي شروط الجزائر لإعادة ترتيب العلاقة مع المغرب؟ عندنا العلاقات وغلقنا الجو وغلقنا كل شيء، مثل ما يقولوا الأشقاء المصريين: باب اللي يجيب الريح سد واستريح. في موضوع الصحراء الغربية، بالنسبة لكم في الجزائر قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار أم قضية أمن قومي بالنسبة للجزائر؟ إذا كان فيه استفتاء والأشقاء الصحراويين قرروا باش ينتموا انتماء نهائي إلى المملكة المغربية، احنا أول من يصفق. صحيح، لكن فخامة الرئيس الوضع تغير اليوم. ما تغيرش هناك الوضع. اعترافات دولية، هناك قنصليات تفتح فيه فولكلور دبلوماسي، ما فيه لا اعترافات ولا مش اعتراف، ما كانش اعتراف. السفير الجزائري لم يعد بعد إلى باريس. أنت فخامة الرئيس لديك زيارة مبرمجة أيضا في شهر مايو قبل زيارتك إلى روسيا. كيف تصف العلاقة اليوم مع باريس؟ نحييكم من العاصمة الجزائرية الجزائر، وتحديدا من هذه القاعة التاريخية التي احتضنت خلال ستينيات القرن الماضي اجتماعات مجلس الثورة. أهلا بكم في لقاء خاص الذي نستضيف فيه اليوم فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون. أهلا وسهلا بك فخامة الرئيس. أهلا وسهلا مرتين. أولا الجزيرة، القناة العالمية المشهورة، وكذلك بالنسبة لك أنت سيدة بن قلنا. شكرا جزيلا على قبولك الدعوة. وتفضل أن نبدأ بالشأن الداخلي أم الخارجي فخامة الرئيس؟ والله عندي سوا يعني ما. طيب إذا لنبدأ بالخارج، لنبدأ بالشأن الخارجي. وطبعا الجزائر في محيطها الإقليمي يعني لديها علاقات قوية تاريخية مع دول، علاقات ربما سيئة إن جاز التوصيف مع دول أخرى مثل إسبانيا مثل المغرب. ربما العلاقة وثيقة جدا وتاريخية مع إيطاليا، مع الجزائر وفرنسا ستوصف لنا أنت العلاقة. لكن نبدأ بالجوار الجغرافي الأقرب، المغرب. العلاقة إلى أين وصلت، وهل هناك وساطات في هذا الموضوع؟ بصفة مختصرة جدا، أولا نأسف على الشيء اللي وصلنا عليه جارين. ثانيا الإنسان يستخلص العبرة في 60 سنة استقلال، الحدود مغلوقة منذ 43 سنة، فيه أكثر من دلالة وأكثر من جواب على السؤال تاعك. كل حال وصلنا تقريبا نقطة لا رجوع، وإحنا الموقف تاعنا رانا في ردة فعل، لن نكون يوما ما البديئين لأي شيء. أتمنى إن شاء الله الخير. ما هي شروط الجزائر لإعادة ترتيب العلاقة مع المغرب؟ لو كانت فيه شروط، لو كان فيه قضية شروط وقضية لا تقبلنا بصدر رحب، يعني أن يتدخل بعض الأشقاء اللي طرحوا طلبوا باش نقبل الوساطة نتاعهم إلى آخره، ولكن الأمور يعني هناك من بادر إلى طرح الوساطة، إلى القيام بوساطة، ولكن رفضتم ذلك لأن ما فيش مادة للوساطة. يعني صراحة نعاود نكررها، احنا غلقنا الحدود حتى لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه. نعم، لكن إغلاق الحدود كان في 95. لا قطعنا العلاقات وغلقنا الجو وغلقنا كل شيء، مثل ما يقولوا الأشقاء المصريين: باب اللي يجيب الريح سد واستريح. وأنتم مرتاحون لذلك؟ مرتاحين الحمد لله. طيب إسبانيا أيضا علاقة يعني
لنقل سيئة، السفير لم يعد بعد، سفير في يعني منصب شغور وفي حالة شغور، وما هي شروط الجزائر أيضا لإعادة ترتيب العلاقة مع إسبانيا؟ هو أولا يعني نوضح نوعا ما الموقف تاع الجزائر مع إسبانيا صديقة. هو تربطنا بإسبانيا معاهدة تاع حسن الجوار وتعاون، في اعتقادنا اخترقت من طرف الحكومة الإسبانية، لأن علاقاتنا مع الشعب الإسباني لم تتغير، علاقتنا مع أجهزة إسبانيا لم تتغير، وعلاقتنا مع القصر الملكي لم تتغير. يعني ما زال العلاقات طيبة جدا. لكن قلت الحكومة اخترقت، كيف؟ الحكومة لأن أولا الحكومة نسات ولا تناست أنها القوة المسيرة للصحراء الغربية، هكا يقولوا الأعراف، هكا يقول القانون الدولي. لما المستعمر يغادر مكان ما بدون حلول تبقى المسؤولية نتاعو قايمة. يعني ما فيش حل الآن، حل راه بين يدين مجلس الأمن، ولكن ما تطبقش أي حل بالنسبة لقضية الصحراء، فيها نزاع. إسبانيا كان من المفروض تقعد في الحياد، هذاك هو الشأن. ولكن حازت إلى المغرب في موضوع الصحراء الغربية. ماشي نحازت بتصرفات اللي ما تعفيهاش من المسؤولية نتاعها، وكانت تصرفات سرية. لأن كنت استقبلت أنا الرئيس سانشاز شهر قبل ولا شهر ونص، تحدثنا في كثير من المواضيع، لأن علاقتنا مكثفة مع إسبانيا. وفي النهاية اللي فتحوا ملك المغرب هو اللي قرا رسالة. حتى الوزراء نتاعو ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خداه الملك نتاعو، ما على بالوش. البرلمان الإسباني ما كانش على باله. إذن هو موقف فردي لرئيس الحكومة. احنا اعتبرناه أنه موقف فردي ويصعب التعامل معه نظرا لما وصل إليه بهذه البساطة وهذه السهولة. طيب، مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل كان موجود في الجزائر، وهو معروف أنه إسباني. هل حاول أن يتوسط ربما بين الجزائر والمغرب وإسبانيا لحلحلة هذه الأزمة؟ حاول لأن قلت له نفس الشيء اللي أنا نقول لك فيه، وتفهم الموقف تاع الجزائر. احنا ما لناش في قطيعة مع إسبانيا. يعني أعتبر أن المعاهدة اللي كانت بيناتنا اخترقت ولم تصبح يعني ذات جدوى. لأن باقي العلاقات التجارية انخفضت كثير، لأن المتعاملين الجزائريين شعروا بنفس الشيء اللي شعر به الدولة الجزائرية، أنهم يعني تقريبا التصرف الإسباني ما كانش في مستوى الثقة والصداقة اللي كانت نعم، وتضررت إسبانيا اقتصاديا من هذا الأمر. أكيد تضررت. طيب، فيما It's a big day because of the vote for the Sahara. We are all proud and happy for the country, and let's celebrate it. And عيش الملك وديما مغرب.